أنا ست مش شمال، بس كان لازم أعمل كده. سامحوني. ست بسيطة هدومها قديمة قاعدة دايما قدام جامع النور وتفضل تقول والنبي ساعدوني، ابني عيان ومحتاج عملية والنبي ساعدوني. الناس كانت بتتعاطف معاها جدا، وفي ناس كانت بتديها يوميا مبالغ كبيرة، لكن أول المفاجأة ولا مرة حد شاف ابنها ده. بداية الشك، شاب اسمه أحمد جلال ساكن قريب من المكان بدأ ياخد باله من حاجة غريبة. فاطمة المتسولة رغم إنها تعبانة كانت أول ما تخلص يومها تمشي بسرعة جدا وكأنها شخص تاني خالص. في يوم أحمد جلال قرر يراقبها، شافها ركبت تاكس ورايحة منطقة تانية خالص. المفاجأة التانية وصلت لعمارة في شبرا مصر، طلعت شقة وبعد شوية خرجت بشكل مختلف تماما، لبس نضيف، شكل طبيعي، ولا كأنها نفس الست اللي كانت قاعدة بتتسول. أحمد كان شاكك إن في حاجة بتحصل. أحمد راح على اسم شرطة رود الفرج وقابل الضابط المقدم شريف العطار وحكى له كل حاجة. تمت مراقبتها أكتر من أسبوع واتضح اسمها الحقيقي فاطمة محمود. مفيش ابن مريض ولا حاجة، كانت بتتنقل بين أماكن مختلفة وبتكسب مبالغ كبيرة جدا. لحظة القبض عليها يوم 2 نوفمبر 2023 تم القبض عليها، ولما دخلوا شقتها لقوا فلوس كاش كتير جدا ودفاتر حسابات وتحويلات بمبالغ ضخمة. في المحاكمة دي هتتفاجئ، أنا بنفسي وأنا بقرأ القضية دي اتفاجئت. القضية اتحولت للمحكمة واتحبست احتياطي في سجن القناطر للنساء. القضية كانت رقم 14578 لسنة 2023 جنح رود الفرج. الكل كان متوقع حكم قاسي. القفلة القاضية، قاعة المحكمة ساكتة تماما. القاضي بص لفاطمة وقال لها عندك حاجة تقوليها قبل الحكم يا فاطمة؟ فاطمة رفعت عينها وقالت بهدوء عندي يا ست القاضي، أنا ست مطلقة وفيا الطمع بس كنت كل ما اشتغل صاحب الشغل يا إما عايز يتجوزني عرفي بالعافية يا إما عاوز علاقة مني غصب عني. القاعة كلها همست وسكتت. فاطمة كملت كلامها وصوتها بيهتز، كانت بتتكلم من قلبها. يا ست القاضي أنا قبل ما أقعد القعدة دي في الشارع أنا كنت تعبانة وكنت محتاجة أعمل عملية ومعرفتش عشان ما كانش معايا فلوس أعملها. القاضي قال لها بحدة والملايين اللي معاك يا فاطمة ولسه بتتسولي؟ وهنا كانت الضربة القاضية اللي غيرت اتجاه القضية. فاطمة قالت يا ست القاضي الفلوس دي أنا عاملة بيها من الباطن 4 جمعيات خيرية وبجهز بيها عرايس محتاجين. فاطمة سكتت والدموع كانت في عينيها. قالت مش عارفة ربنا هيجازيني خير ولا هيعاقبني، بس أنا متأكدة منه انه احن عليا منكم. فاطمه بصت للجميع وقالت ايوه ربنا احن عليا منكم كلكم. القاضي بص في الورق وبعدين قال المحكمه حكمت خلاص. المحكمه حكمت ببراءه المتهمه فاطمه محمود. حصلت صدمه في القاعه، اللي مستغرب واللي فرحان واللي بيتامل الحكم. القاضي كمل وقال براءه بروح القانون. القاضي زاح الورق وقال براءه بروح القانون مش بنصه، وبص لها وقال لها وما ترجعيش تقعدي في الشارع تاني يا فاطمة. القضية خلصت في المحكمة، بس السؤال لسه مفتوح. هل الوسيلة الغلط ممكن تبقى صح؟ ولا الغلط يفضل غلط مهما كانت الأسباب؟ سيب لنا رأيك في التعليقات الحكاية. السلام عليكم.